عليكم حبايب قلبي، ازيكم حبايب نوجة؟ معاكم فيديو جديد النهاردة، حاجة كده صغنونة هتكلم عليها. المنتجات الدايت اللي احنا الصوصات الدايت اللي احنا نقدر نستخدمها واحنا بنعمل دايت بدون اي اضرار لينا وبدون اي زيادة وزن. الحاجة دي انا استخدمتها يا جماعة، وقلت ايه، انا كنت عاملة فيديو مشتريات، قلت ان انا ايه مش هتكلم عليها كتير غير لما ايه استخدمها واشوف ايه الفوائد اللي عايدة عليا منها يعني. بصراحة انا فعلا لقيت ان انا لما بستخدم الصوصات دي انا ما زدتش، رغم ان انا بعمل دايت يعني وكده، بس ما زدتش. فانا هقول لكم على الحاجات دي، انا اكتشفتها وانا بشتري في السوبر ماركت كده. بجيب يعني المشتريات بتاعت الشهر، فلقيتها قلت ايه، الصوصات خلصت من عندي، فقلت ايه انا اشتري صوصات تانية، ففوجئت ان في صوصات زيرو سكر وزيرو دهون. حتى الكابتشينو لقيت فيه بردك زيرو سكر. يعني انا كنت عارفة ان هو فيه زيرو سكر قبل كده، بس انا بستخدم معاه سكر دايت على اساس ان انا ايه، يعني بحب الحاجة محلاة شوية يعني. تمام. تعالوا بقى نشوف ايه هي الحاجات الحلوة اللي انا عرفتها. ده اسمه كول فود، زيرو شوجر وزيرو دهون اهي. اللي عايز يا حبايبي ياخدها سكرين شوت، هي مشبرة كده عشان كانت في التلاجة. اللي عايز ياخدها سكرين شوت على اساس يجيبها، وممكن يلاقي منها ماركات تانية، لان الماركة دي غالية شوية لانها هولندية يعني. فمش عارفة هولندية ولا ايه، استنى اشوفها كده. صنع اهي في هولندا، صنع في هولندا اهي. دي صلصة شيلي، بتتحطي مع المشاوي، ممكن انا اكلها مع المشاوي كده اهوت. يعني انت ممكن تضيفيها في تتبيلة المشاوي، وممكن ان انت تضيفيها كصوص كده اهوت على الكفتة، على البفتيك، على اللحمة، على اي حاجة، انت على الفراخ كده، على التكة، الحاجات ديت. جميلة جدا، وفعلا ما فيهاش دهون، وطعمها مش متغير خالص، ونفس الطعم التشيلي العادي. وفعلا جميل جدا، انا ما حسيتش باي فرق، بل بالعكس انا كده ضامنه ان انا باكل حاجه ايه ما فيهاش دهون ولا فيها سكر، فاحنا مش ناقصين نتخن. يعني احنا اللي بنخسه في وقت طويل بندخله في ثانيه يعني. تمام. دي صلصة البربكيو المدخنة بردك اهي. زيرو سكر شوجر وزيرو دهون. تمام. نفس ال الاسم كول فور. بردك صنع في هولندا، لانها نفس المنتج طبعا، وبردك جميلة جدا جدا. على فكرة انا بستخدمها لما بكون عاملة كفتة، بحط عليها ايه زي سنة كده خفيفة على الساندوتش بتاع الكفتة مع التشيلي ديت. وفي طبعا الكاتشب، بس الكاتشب بتاعها انا ما لقيتهوش لما رحت اشتريه، بس نفس النوع يعني. بتدي طعم حلو جدا لانها مدخنه، فتحسي بطعم المشاوي قوي كده، طعمها جميل جدا. بردك اهي. بردك ممكن تجيبي نوع تاني لو انتي لقيتيه، بس انا بصراحه ما دورتش. انا ده لما لقيته ما صدقت رحت جايباه بصراحه. هو غالي شويه، والرخامه في كده يعني. تعالى بقى عند امريكانا، لقيت اللي هو المستردة، صوص المستردة حلو جدا بردك اهو. بردك ايه، زيرو دهون وزيرو سكر. تمام. ده بردك جميل جدا وتقيل وطعمه حلو قوي قوي قوي. وبردك بضيفه مع الهمبرجر، وبردك الباربيكيو بحطه مع الهمبرجر، والتشيلي بحطه مع الهمبرجر، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. جربوا يا جماعة الحاجات دي، والله مش هتندموا. وبعدين بردك ايه، نخسر شوية وزن شوية، احنا بصراحة يعني بنضيع نفسنا في الأكلات الصعبة دي. تمام اهو. اللي عايز ياخده سكرين شوت، ده زيرو سكر وزيرو دهون. تمام. ما لقيتش منه الماركه دي، ما لقيتش منه الماركه دي. تمام. اكتشفتها بالصدفه. مرقه دجاج كنور ديت بالسي فود، ماشي.
بالجمبري والسي فود كله اللي هو السمك والحاجات دي. دي بقى يا جماعة تحفة. بصوا بقى اهي، بصوا البان زيرو، الكربوهيدرات زيرو، السكريات زيرو، بروتين زيرو، الدهون اجمالي الدهون اهي تحت زيرو، الدهون المشبعة زيرو، الدهون ايه المنحوائية زيرو، الكوليسترول 1 جرام. بصراحة تحفة. دي يا جماعة مرقة دجاج اللي هي اهي مكعبات مرقة كنور روبيان. دي انا بعمل بيها اللي هو المكرونة اللي هي الكوري، وممكن بحطها على الرز السمك، وممكن بحطها على المكرونة بالجمبري، او مش شرط ان انا اعملها بالجمبري، مكرونة بالخضار بتديني طعم الجمبري، بتبقى طعمها رائع جدا جدا. انا مش عارفة دي موجودة في مصر ولا لأ، بس بصراحة لو موجودة في مصر انا هجيبها للمكرونات، تبقى تحفة، طعمها تحفة بجد. ولو عملت شوربة السي فود، او عندك عايزة تعملي شوربة سي فود من غير جمبري ومن غير سمك والحاجات دي، ممكن تعمليها بمرقة الدجاج ديت، تحفة جدا جدا جدا. شفتوا بقى الكنز اللي انا لقيته؟ بالنسبة لي انا كنز، عشان محدش يتريق عليا في التعليقات. تمام، خلاص خلصنا كده بقى من الاكلات. تعالوا بقى، احسن سكر لقيته للدايت، بس انا بصراحة ما لقيتهوش في مصر. يا دي الوكسة، الحاجة وقعت ثانية واحدة، العرض بتاعنا وقع يا جماعة. السكر اسمه ماجستيك، اسمه سكر ماجستيك، محلى منخفض السعرات الحرارية. تمام، اهو ده اماراتي يا جماعة. طبعا عشان انا هنا في سلطنة عمان بلاقيه يعني، واوقات والله بيقعد فترة كده مش موجود. السكر ده دي عبارة عن اكياس سكر. بصي بتديكي التحلية بتاعت السكر العادي بس بسعرات حرارية تقريبا اهي. بصوا كله زيرو 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 زيرو، مش عارفة ايه بقى دي، استنى اقرا. الكربوهيدرات بس هي الاتنين اهي، لكن كله زيرو. ايه 8 دي يا لهوي؟ لا، طاقة الكولاري 8، لكن كله زيرو. ما جربت السكر ده بقالي بصراحة سنين ماشية عليه، فعلا فعلا والله جميل جدا يا جماعة. اللي يلاقيه يجيبه. وانا بردك لما انزل مصر ان شاء الله اعمل لكم بردك نوع سكر تاني حلو انا كنت مجرباه، بس انا مش فاكره اسمه دلوقتي، هبقى اعمل لكم ريفيو عنه او احطه ضمن منتجات يعني واتكلم عليه. السكر ده اللي يلاقيه يجيبه، او لو ليه حد بره ممكن يجيبهوله، حلو جدا يا جماعه للدايت. تعالوا بقى ايه للفوقان، الكابتشينو الدايت كابتشينو، بصوا بدون سكر. الكابتشينو ده في منه مصري طبعا، هنا اللي في عمان دوت الاصلي غالي جدا جدا. اللي في مصر رخيص تقريبا. العلبة بحوالي، انا كنت اخر مرة جايباها من شهرين كانت ب82 جنيه، وكنت اوقات بلاقيها في محلات تانية بحاجة و70، وفي هايبر ب78 او ب80. الكابتشينو ده يا جماعة الرغوة بتاعته رائعة جدا وطعمه حلو جدا جدا، للي عايز فعلا يشرب قهوة او يشرب كابتشينو بدون سكر، حلو جدا جدا جدا. بس انا بصراحة بحط له ربع كيس سكر اللي هو ماجستيك دوت، بيديني التحلية اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت ما فيهوش سكريات. اهو اسمه جولد كابتشينو اهو، اللي عايز ياخده سكرين شوت يا جماعه، وطعمه حلو جدا جدا جدا. وعلى فكره السكر ده انا بستخدمه بردك في القهوه اللي هي النسبريسو، حلو جدا بردك، بيدي طعم حلو جدا للقهوه، وفعلا رائع رائع جدا يعني. ده يا جماعة الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو بسيط جدا، بس انا رغاية شوية. قلت اقول لكم على المعلومات اللي انا اكتسبتها منه، وقلت اشارك حبايب قلبي واخواتي واقول لكم على الحاجات ديت، ممكن تجيبوها وممكن تجيبوا البديل بتاعها. بس والله يا جماعة فعلا جميلة جدا، وما فيش تغيير في الطعم ولا اي حاجة، وخصوصا الكنز ده اللي هو الكنور دي.
يلا اشوفكم على خير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك ودعوة حلوة كده، واشتركوا في القناة عشان بلاقي ناس بتشترك وبترجع تخرج تاني. يا جماعة انا والله بشترك لناس كتير اللي بيعجبني الفيديوهات بتاعتها، ولما هم بيشتركوا لي اليوتيوب بيشيل الاشتراك. فاعذروني والله، ده انا مش انا اللي بشيل الاشتراك. يلا اشوفكم على خير، وسلام عليكم.